احترم وقفة عمك. يلا خش يا هيثم، هات عزالك من دول، يلا بينا اخذك عندي في البيت. ماشي يا عمي، انا محترمك وهو مش محترمك. يلا بينا يا عمي. يلا بينا يا هيثم. عاجبك اللي حصل ده يا عمي؟ عاجبك اخوي يعمل كده؟ ما لسابيه للغريب بس. خلاص يا هيثم، ما تزعلش نفسك يا ولد اخوي، هي حكايته فهد من زمان بالنظام دي. بيت عمك مفتوح لك في وقت يا ولد اخوي. وليه الاخ ما يكونش حنين على اخوه ويبقى سنده ويبقى ظهره، مش مجرد ما مرته تقول له كلمتين طير ورا اخوك برا البيت يسمع كلامي يسمع كلامي. مش هيقولوا الاخ سند؟ الاخ ده مش المفروض يقسم اللقمه مع اخوه في البيت؟ ده احنا جوه البيت وعازلين من بعض، حتى صباح الخير مش هيقولها لي. شفت اخويا وصلت بيه ليه؟ مال اخويا لما يطير ورايا في نصاص الليالي، بل خليا للغريب، خليا للغريب يا عمي. اخوي ده انا عمري ما عملت حاجه وحشه معاه، طول عمري انا سانده وبديله من قلبي. وكنا زمان قبل ما نتجوزوا كنا نقسم اللقمه مع بعض، لكن اخوي من يوم ما اتجوز وضعه اتغير، وضعه اتغير يا عمي، وما بقاش عاملني زي الاول. ده المفروض احنا عشان خاطر اخوات نقسم اللقمه مع بعض ونطبطبوا على بعض ونحادوا على بعض. ما ينفعش انا واخوي نخسروا بعض عشان خاطر الحريم في البيت ونخلوا الناس الغريبه تشمت فيني. مش هو ده الصح يا عمي؟ ده الاخ لما يتزنق في فلوس ولا اي شيء هيميل على مين يعني؟ مش هيروح يميل على اخوه اولى من الغريب؟ ها؟ لكن انا ما لقيتش حنيه من اخوي. اخوي طول عمره هيعامل لي وحش وفرط في كذا مره، واديك شايف يا عمي عاوز يطير في نصاص الليالي معه. صح يا هيثم، المفروض يبقى الاخ سند لاخوه، بس مصيره يهدى يا ولد اخوي، مصيره يهدي ويعرف غلطه ويجي يحب على راسه. لا، ولا يحب على راسي ولا يحب على راسه. الموضوع كده خلاص انتهي، وانا معاي المفاتيح في جيبي اهم، اروح اوديهم له بتوع البيت عشان خاطر